بعمله دايما للولاد علشان هم بيحبوه. ومن 3 سنين تقريبا كده حبيت ان انا ادلعهم شويه واعمل لهم العدس بطعم مميز، فشوحت العدس مع شويه خضار، طلع طعمه رهيب، ومن وقتها وانا باكله. فعلا حسيت ان طعمه مميز جدا. وانتي كمان لو لسه بتسلقيه وبتعملي بالطريقه القديمه، انصحك تشوحيه، الطعم هيعجبك قوي. لو مش بتحبيه، بعد الطريقه دي هتحبيه وهتاكليه. تعالي معايا بقى كده نشوف عملناه ازاي، ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. وتجيبي الحله الكبيره او الطاسه الكبيره الغويطه، وحطي فيها مكعبين 3 زبده ومعاهم شويه صغيرين من الزيت، علشان الزبده ما تتحرقش. تمام. وممكن تستغني عن الزبده وتستخدمي سمنه بس لو انت بتحبي العدس بالسمنه، بس فعلا هو بالزبدة طعم تاني خالص. بعد كده هننزل بوحدتين بصل وسط متقطعين، وراس توم صغيرة او وسط برضو نفصصها وننزل بيها سليم. هنركن الطماطم والجزر والبطاطاية على جنب لحد ما نشوح البصل والثوم.